طلاب تانية إعدادي، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة هتاخدوا معايا درس جديد من دروس الدراسات الاجتماعية للصف الثاني الإعدادي الترم الأول المنهج الجديد، وهو النظم البيئية المائية في آسيا وأوروبا. النظم البيئية في آسيا وأوروبا بتنقسم لقسمين: نظم بيئية للمياه العذبة ونظم بيئية للمياه المالحة. معلومة برضو كده على السريع إن النظم البيئية في آسيا تتميز بأنها أكثر تنوعًا من أوروبا بسبب التنوع البيولوجي اللي فيها أكبر من أوروبا، وأنهار آسيا أكتر. ندخل على نظم المياه العذبة في آسيا وأوروبا. عندي أول واحدة معايا النظم النهرية للمياه العذبة. بالنسبة لآسيا، عشان موجودة فين النظم النهرية دي؟ قال لي موجودة في نهر ميكونج بآسيا. ده يعتبر ثالث أنهار العالم من حيث التنوع البيولوجي. أما أوروبا ليها نهر الدانوب، بيطلق عليها برضو محمية دلتا الدانوب للمياه العذبة، بيها تنوع بيولوجي. ده بالنسبة للنظم النهرية. أما النظم البحرية العذبة في آسيا، عندي بيكال تعتبر أعمق البحيرات بالعالم وأنقى البحيرات، عشان كده بيطلق عليها لؤلؤة سيبيريا اللي هي بيكال. المياه بتاعتها نظيفة جدا وبها تنوع بيولوجي كبير، بها الآلاف من أنواع الكائنات الحية. أما أوروبا بها لادوجا. بحيرة لادوجا ديت أكبر بحيرة عذبة بأوروبا. أما بيكال اللي كانت في آسيا دي في العالم أعمق البحيرات بالعالم. بحيرة بيكال أعمق بحيرات العالم، أما لادوجا هي أكبر بحيرة في أوروبا. ندخل على ثالث نظام معانا، وهو نظام الأراضي الرطبة للمياه العذبة، بيطلق عليها البرك والمستنقعات، موجودة في آسيا وأوروبا. في آسيا مكانها في قال لي شمال شرق الصين وجنوب آسيا ومنشوريا، إقليم منشوريا. أما أوروبا الوسط بتاع أوروبا بيبقى قليل، وموجودة في الدول الإسكندنافية. ايه هي الدول الإسكندنافية دي؟ بتشمل دولة النرويج وفنلندا والسويد. وكمان موجودة عندي برضو في نهر الدانوب وشمال أوروبا. يبقى على السريع كده، الأراضي الرطبة العذبة في آسيا موجودة في شمال شرق الصين وجنوب آسيا وإقليم منشوريا. أما في أوروبا موجودة في دول الإسكندنافية، السويد والنرويج وفنلندا، وشمال أوروبا ووسط أوروبا بصورة أقل. أكبر البحيرات بالعالم هي بيكال بالنسبة للنظم البحرية. أما في أوروبا بحيرة لادوجا. النظم النهرية، آسيا بتشتهر في النظم النهرية بنهر ميكونج، أما أوروبا بالدانوب. ندخل بقى على المياه المالحة. النظم البيئية للمياه المالحة في آسيا وأوروبا. أول حاجة النظم البحرية في آسيا وأوروبا بها مجموعة من البحار والخليجات. عندي بحار وخليجات مفتوحة يعني واسعة. المحيط بيتصل بيها بالخليج البنغال وبحر العرب وبحر الشمال بأوروبا. أما شبه مغلقة يعني بتكون ضيقة، المحيط بيتصل بيها بالخليج العربي والبحر المتوسط. طبعا التنوع البيولوجي في البحار دي بتبقى حسب درجة الحرارة والملوحة ومدى اتصالها بالمحيط. المفتوح فتحة كبيرة بيبقى فيها تنوع أكبر من المغلق. خليج البنغال ده يعتبر أكبر الخليجان بالعالم وأهم النظم البحرية المدارية، وبه ثروة سمكية. يبقى أكبر خليجان العالم وبه نظم بحرية مدارية وبه ثروة سمكية. ندخل على تاني نظام معانا في المياه المالحة، الشعاب المرجانية، موجود في آسيا فقط، في جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا. ده بيطلق عليها مثلث مرجان، بتنوع كبير. كمان بيوجد عندي في بحر العرب والخليج العربي والبحر الأحمر. جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا ده بيطلق عليه مثلث مرجان لأنه أغنى مناطق العالم بالحياة البحرية. هندخل على تالت وآخر نظام معانا، نظام المنجروف، موجود في آسيا فقط، في الخليج العربي وخليج عمان والبحر الأحمر. خليج العربي وخليج عمان والبحر الأحمر. يبقى هلخص لكم النظم البيئية للمياه المالحة. النظم البحرية بتعتمد على بحار مغلقة وخليجان مغلقة وشبه مغلقة وبحار مفتوحة. المفتوحة المحيط بيتصل بخليج البنغال
وبحر العرب والشمال في أوروبا. أما شبه المغلقة موجودة في الخليج العربي والبحر المتوسط. النظم الشعاب المرجانية موجودة في آسيا فقط، في جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا بيطلق عليها مثلث مرجان وبحر العرب، الخليج العربي والبحر الأحمر. أما نظام المنجروف موجود في الخليج العربي والبحر الأحمر وخليج عمان. في أخطار بتتعرض لها النظم البيئية. الأخطار دي بتبقى أخطار طبيعية. آسيا أكتر القارات بتتعرض لكوارث طبيعية زي الأعاصير والفيضانات. الأعاصير المشهورة هي التيفون، أعاصير التيفون موجودة في جنوب آسيا وشرق آسيا وجنوب شرق آسيا. وكمان تدمير البنية التحتية، والأشجار بتقتلع في جبال الألب الدينارية والهيمالايا. جبال الألب بس بأوروبا في الدينارية، الألب بس، الألب فقط بأوروبا وجبال الهيمالايا. أما الانهيارات الجليدية موجودة في جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا. طب أكيد طبعا العالم مش هيقعد كده يتفرج، لازم هيعمل حماية على المستوى الأوروبي والمستوى الآسيوي. إيه الإجراءات اللي خدوها؟ قال في المستوى الأوروبي عملوا اتفاقية برشلونة لحماية النظم البحرية، وكمان اتفاق الأخضر لاستعادة التنوع البيولوجي، وقانون 2024 لاستعادة النظم البيئية البرية والبحرية، وزرع 3 مليار شجرة بحلول 2030. أما بالنسبة للمستوى الآسيوي، السعودية والهند والصين. الهند تقليل التلوث. الصين كان في مبادرة شان شوي الاتنين فيهم شين، شان شوي تضمنت 75 مشروع لإصلاح النظم البيئية المائية. أما السعودية إصلاح الأراضي المتدهورة. يبقى المستوى الآسيوي، السعودية إصلاح الأراضي المتدهورة، الهند تقليل التلوث، الصين مبادرة شانشوي اللي تضمنت 75 مشروع. أما بالنسبة للمستوى الأوروبي، اتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية، واتفاق الأخضر لاستعادة النظم التنوع البيولوجي، قانون 2024 لاستعادة النظم البيئية البرية. ده كان درسنا النهاردة، شكرا.